تعالوا احكي لكم قصة الشاطر حسن لما قرر يشطب شقته معانا ويعمل لها تصميم. اول حاجة عملنا بريفنج مع الشاطر حسن. يعني ايه بريفنج؟ يعني نقعد معاه ميتنج طويل كده، نحشر نفسنا في حياته ونقعد نسأله في تفاصيل كتير ليها علاقة باللايف ستايل بتاعه عشان نعمل بيته على ذوقه هو مش على ذوقنا. ونبدأ بالمود بورد، وهي عبارة عن البلان بتاع الشقة مفروش بالكامل بعد الاتفاق مع الشاطر حسن على التفاصيل اللي زي دي. وبعد موافقة الشاطر حسن على التصميم، عشان احنا ما بنعملش حاجة وحشة، بندخل في التسليمة التانية. وهي ال 3D بتاع المكان كله مع الواجهات بتاعته. التسليمة دي مهمة علشان الشاطر حسن بيقدر يشوف شقته بالكامل قبل ما بنبدأ في أي شغل في التشطيب. مستوى التفاصيل في التسليمة دي بيبين حاجات مختلفة تانية، زي الماتيريالز اللي في المكان والإضاءة والفرش وعلاقته ببعضه. بعد عرض التسليمة التانية للشاطر حسن بينبهر، لأن بيشوف كل التفاصيل في الشقة بتاعته قبل ما بنعمل أي حاجة على أرض الواقع، وعادة بيوافق عليها. وبعد موافقة الشاطر حسن، عشان برضو احنا ما بنعملش حاجة وحشة، بنخش في التسليمة التالتة. وهنا بيظهر معانا لوح مهمة زي السباكة والكهرباء والتكييف والأرضيات والحوائط والأسقف. بعد ما بنعرضها على الشاطر حسن بيجي بقى السؤال الشهير: ها يا باشمهندسة، التصميم الجميل ده هننفذه بكام؟ وبتيجي مرحلة المقايسة التقديرية، كميات ومواصفات وجنبها أسعار، والتوتال بيكون هو ده المقايسة التقديرية بتاعتنا. وبعد موافقة الشاطر حسن على المقايسة التقديرية، عشان طلعت الأسعار تحفة، بنخش في المرحلة الأهم والأكبر على الإطلاق، مرحلة التشطيب. نشمر بقى وناخد غطس جوه مرحلة التشطيب. هي عبارة عن 3 مراحل أنا اللي مألفاهم: تأسيس، ودي متعارف عليها من كل الناس، ومرحلة الشكل، ومرحلة التفاصيل. في مرحلة التأسيس الشاطر حسن دفع رقم كبير. ليه؟ علشان احنا منفعش نوفر في أي حاجة مدفونة، سباكة، كهرباء، تكييف، كل الحاجات دي مهمة وبتبقى في قلب الحيطة، مش هينفع أبدا إن احنا نوفر فيها. في مرحلة التأسيس في حاجة بايخة شوية، إن الشاطر حسن دفع فلوس كتير بس مفيش تغييرات كبيرة على أرض الواقع، وده بيدخلنا المرحلة التانية، مرحلة الشكل. في مرحلة الشكل بيحصل ترانسفورميشن كبير في الشقة. الأسقف بتتعمل، النقاشة بتتعمل على الحوائط، والأرضيات بتركب. الشاطر حسن أول ما دخل انبهر، عشان برضو احنا منعملش حاجة وحشة، بس بتظهر لنا شوية مشاكل ما بتكونش على البال ولا على خاطر. ورغم ان في تفاصيل كتير بتظهر في مرحلة الشكل، الا ان هي بتكون مش مرضية قوي للشاطر حسن، عشان هو برضو عايز يشوف الفاينل لوك. وده بيودينا لمرحلة التفاصيل. المرحلة دي بيتعمل فيها حاجات ليها علاقة بالتفاصيل ومهمة جدا، وفلوسها برضو كتير، زي مثلا تشطيب السباكة والكهرباء، نجارة بتركب، تجاليد في الحوائط بتظهر، الأسقف في الحوائط لو في أي نور بينور، ومع تركيب الإضاءة بتظهر لنا شوية مشاكل تانية. برغم إن المرحلة دي في التشطيب بتبقى تفاصيلها كتيرة ومنهكة ومتعبة، إلا إن النتيجة بتاعتها بتبقى أحيان كتير مبهرة. إحنا اللي بننبهر مش الشاطر حسن، لأن الشاطر حسن كده لازم ينبهر. في آخر مرحلة التفاصيل بنركب الحاجات اللي إحنا بنخاف عليها، زي المرايات والإزاز وقواعد التويلتس. والله ده اللي بنعمله، يعني نعمل ايه؟ الحتة بقى اللي بتميزنا شوية في مرحلة التصميم ان احنا بنعمل تحليل شخصية للشاطر حسن. ففي اول قعدة عملنا تحليل للشخصية بتاعته، وعرفنا طبيعة ونمط الشخصية، وعلى الاساس ده اخدنا شوية قرارات وقت التصميم ووقت التشطيب. حتى في التعامل اليومي معاه فرقت كتير وسرعت حاجات كتير، وخلت الكورة ما تردلناش. المهندس الشاطر هو اللي لما يشوط الكرة بيجيب جون، مش المفروض ان هي ترد له، وده مش هيحصل الا لو عارف الشاطر حسن بتاعه كويس. اهم حاجة بقى بتفرق معانا احنا كتيم ان التصميم يتنفذ بحذافيره وقت التشطيب. نعمل مجهود كبير جدا وقت مرحلة التشطيب عشان نضمن ان كل حاجة هتتعمل as per design. حاجة زي كده بنطلع مبسوطين احنا كتيم، والشاطر حسن طبعا بيطلع مبسوط عشان احنا ما بنعملش حاجة وحشة.